ان شاء الله النهارده هنعمل بسكوت النشادر بطريقه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه هنعيرها هو الدقيق. دي عشان اعيره بالكوبايه، ماخدوش كده بالكوبايه كده واحطه واعاير بيه، مش هيديني نتيجه صح. النتيجه الصح ان انا هعايره بالمعلقه. هاخد بالمعلقه واحطه كده في الكوبايه، سواء سكر بودر او نشا، اي حاجه جافه هعايرها بالطريقه دي وهتديني طريقه مضمونه 100%. وامسح كده بطرف السكينه. هنيجي نخش المكونات الموجودة عندي: 500 جرام من الزبدة بدرجة حرارة التلاجة حوالي كوبايتين ونص، 300 جرام من السكر البودر المنخول كوبايتين وربع، 750 جرام من الدقيق ما يعادل 5 أكواب، ولازم يكون فاخر أو دقيق بسكوت، 4 بيضات درجة حرارة الغرفة، فانيليا، ربع معلقة من الملح، نص بيكنج باودر، معلقة صغيرة من النشادر، نص كوباية من اللبن الدافي. اول حاجه هنزلها هي الزبده زي ما انا قلت لكم بدرجه حراره التلاجة، ما ينفعش اخدها سايحه واضربها، مش هتعملي فوم مع السكر ولا هتعملي القوام الكريمي ابدا. ممكن تستخدمي الطريقه دي السمنه ممكن تاخديها وتحطيها في التلاجة وتضربيها وهي ساقعه مع السكر، هتديكي برضو نتيجه الزبده. هبدا اضيف السكر بالشكل دوت. انا بقلبها هنا اهوت، بفتتها كده بالمعلقه علشان لما اجي اضربها بالمضرب الكهربائي من المضرب ما يبص مني. عايزه تستخدمي مضرب كهربائي او مضرب اليد او بايديكي، بس بايديكي هتاخد وقت شويه. هبدا اضربها بالمضرب الكهربائي بالشكل دوت وافتتها واطفي واولع كده بالمضرب لغايه ما تتجانس كلها مع بعض وتديني شكل الكريمي ده. هاخد الجوانب كده بالشكل دوت بحيث ان هي كريمي مقربه شويه للكريم جانتيه. هبدا انزل بالبيض واضيف عليه معلقه من الفانيليا السايله وانزل ببيضه بيضه واضرب واتاكد ان كل البيض اختفى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وكده اصبحت معايا كده جاهزة ووصلنا لمرحلة اللون الكريمي اللي احنا شايفينه ده. هبدأ اضيف النشادر. عندي نص كوباية من اللبن، لازم يكون دافي، ما يكونش ولا سخن قوي ولا ساقع علشان يفور لي النشادر. عندي معلقة صغيرة من النشادر، هقلبها وادوبها كويس جدا واتأكد ان هي بتفور معايا. لو ما فارتش معايا تعرفي ان النشادر دي فيها مشكلة. هبدأ انزل بشوية بشوية على كريمة عندي، كريمة الزبدة الموجودة عندي كده، واضربها لغاية ما الخليط كله يتجانس كله كده مع بعض. وحاولي ما تزوديش من النشادر ولا البيكنج باودر علشان بالبسكوتة ما تفرش مني. عندي الدقيق هضيف عليه ربع معلقة من الملح، نص معلقة من البيكنج باودر، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. ولازم الدقيق عندي يا جماعة يكون فاخر او دقيق متخصص للكحك والبسكوت. هبدأ انزل كده بالكريمة وهقلبها بالمعلقة. البسكوتات عموما ما بتتعجنش، تقلبيها بالمعلقة يا بايديكي يا تديها لفة كده بالمضرب، بس انا حاولت ان انا اقلبها كده بالمعلقة عشان تتجانس كلها كده مع بعض، او تستخدمي ايديكي. كده عندي القوام شايفينه متماسك وفي نفس الوقت طري جدا وفي لزقة بسيطة. كده الطريقة ديت للكيس الحلواني. لو انت هتستخدمي المكنة هتزودي الدقيق، هيبقى كيلو. انا عندي الكيس الحلواني دي 750 جرام، لو للمكنة هيبقى كيلو. خلي بالنا كويس جدا. هبدأ احطه كده في كيس حلواني. هجيب بقى اي صاج عندك ويفضل يكون ألمونيوم. الألمونيوم حلوة جدا للمخبوزات، وما دهنوش اي حاجة لان هو فيه كمية زبدة كافية. وابدأ ان انا اقطعه كده في الصينية، حجم المناسب ليكي اعمليه وبعديه شوية. هو لازم معايا لازم ينفش شوية عن حجمه، بس مش هيفرش منك عشان انا مقللة من البيكنج باودر ومقللة من النشادر. لو النشادر والبيكنج باودر زادوا قوي هيفرش معايا يبقى عامل زي الكيك. خلي بالنا كويس جدا. هسخن الفرن على درجة حرارة 170 واخد حوالي 15 دقيقة يطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. لو الفرن عندك بيسوي من تحت بس، ولعي عليه الشواية من فوق ياخد اللون الذهبي الحلو ده. شايفين الرسمة زي ما هي متماسكة وما فرش مني، والحمد لله ما لزقش خالص. حلو جدا. شايفين الشكل حلو قوي. بسكوتة شايفينها هشة ازاي وفيها الفراغات بتاعتها هشة ولونها ذهبي وجميل جدا.
جربوها هتعجبكم. اول ما تبقوا شايفين كمان لما اجي اكسرها، بصوا الفراغات اللي موجوده في البسكوته دي بسكوته ناجحه، عشان احنا ضربنا الزبده او السمنه حلوه قوي وحطينا الفوم على شاشه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو عشان يوصلكوا كل جديد، وبالهنا والشفا.